اسمي سيبان خليل إسماعيل. سيبان. من قرية كوشو. سيبان خليل إسماعيل. مواليد 2000. الصف الثامن، يعني الثاني متوسط. بالمسلمين كانوا المسلمين حوالينا كثار، وكانوا بيفوتوا علينا، يعني بالقرية كلها يعني كانوا بيفوتوا بياكلوا عندنا بيشربوا، يعني كنا صحبة نحن وياهم كثير قبل. كان عمري 14 سنة. بتذكر يعني مدرسة الكوشو هاي أول شيء أخذونا عليها. بعدين أتذكر على الموصل أنا رحت، وبعدين على الرقة، من موصل للرقة ما ظليت ليلة واحدة. يوم الثاني طلعت على الرقة. ليش ضليت بالرقة؟ كمان ما ظليت يوم. أخذني واحد يعني بالسجن البنات اللي كانوا حاطين فيه بنات. ضليت يوم واحد، بعدين أخذني داعشي لبناني. داعش لبناني؟ إيه، من لبنان. شو كان اسمه بتذكري؟ اسمه لا ما بعرف اسمه، بس بعرف لقبه. أبو عبد الله اللبناني كانوا بينادوه. أبو شو دقيقة؟ أبو عبد الله اللبناني. يبلغ من العمر بال20 كان وقتها. لا ما شفت حدا. ضليت عنده 6 سنين ما كان يخليني أطلع. صار عندك أولاد؟ لا ما في أولاد. كيف كان حياتك معه مثلا؟ معاناتك انت عشت اكثر شيء من الموضوع، يعني معاناتك وقت لما كنت عنده؟ هلا بهالمرحلة بهالمدة 6 سنين كان يعني أصعب شيء بالنسبة لي، يعني أخذني غصبا عني، وظليت عنده 6 سنين يعني مقيدة، يعني ما بيخليني لا أطلع لا بفتح الشباك. هلا سمعتي بحصار رقة، يعني هلا السنين كله قضيتها بالرقة. 4 أشهر ضلينا بالحصار. مع اليوم اللي طلعوا من الحصار طلعت معهم، طلعنا على هجين، على منطقة هجين. كمان هنيك صارت في مشاكل كثير. كان بيتواصل مع أهله، كانوا بيساعدوه مشان يطلع على لبنان. رحت على لبنان كمان؟ لا ما وصلت على لبنان. اي طلعنا من هجين. كنا بدنا نطلع على درعا، كان بده ياخذني معه على درعا، بعدين على لبنان. قبل ما نوصل على درعا مسافة كبيرة، قبل ما نوصل الفجر لغم بالسيارة. مات هو والمهرب من قدام. ضليت بس أنا بالسيارة، انفجرت السيارة. هو الداعشي اللبناني مات بالسيارة، والمهرب اللي كان معنا ماتوا بالسيارة. لما شفتهم ماتوا يعني ضليت، كان وقتها يمكن شيء العصرية. طلعت أنا من السيارة، ضليت أروح أمشي. شفت ناس، فتت على مدينة درعا وشفت ناس، تدخلت عليهم، حكيت لهم قصتي، قلت لهم أنا هيك هيك صارت معي ومشان تساعدوني. قعدت عندهم فترة، وبعدين جابوا لي موبايل، حكيت مع أخوي، دورت عليه على الفيس، حكيت معه، وما في خلال أسبوع أسبوعين كنت ببيت اليزيدي. أسبوعين؟ يعني بيت اليزيدي هن اللي ساعدوك؟ اي محمود رشو اللي جابني. هلا البيت اللي كنت عندهم بدرعا المرأة أرملة، جابتني على هوية بنتها على الشام، ومن الشام كانوا في ناس عم يستنوني بالتاكسية، ركبت معهم وجابوني على الحسكة على بيت اليزيدي. من الشام كيف جيت على الحسكة؟ تاكسية مع ناس جابوني على بيت اليزيدي. كيف عرفتي انه في بيت يزيدي بالحسكة؟ هلا لما تواصلت مع اخوي قلت له بدي اجي، اي قال لي تمام تجين، اعطاني رقم محمود رشو، تواصلت معه ودليته على المكان وقلت له انا بدرعا. اي قال لي شوي طريق صعب كان، يعني في حواجز كثير، حواجز نظام كثير. المرة اللي كنت عندها قاعدة عنده جابتني على هوية بنتها على درعا على الشام، ومن الشام هني كانوا في ناس اجوا جابوني على الحسكة.
مثلا بحدود يعني لازم يكون الطريق أسهل للبنات. الطريق كتير صعب والمعاملة كمان صعبة كتير، يعني بيطولوا. في بنات يعني سمعت عنهم طولوا بسوريا ببيت اليزيدي 3 أشهر، في منهم شهرين. يعني يمكن أنا أول وحدة اللي ما طولت، قعدت أسبوع كامل. فلازم يكون إنه هالبنات عندهم حقوق، لازم يكون إنه في دعم لهم كمان. هلا أكيد كانوا أشكالهم كلها بتخوف، يعني حتى يوم اللي شفتهم ما كنت بعرف إنه كنت عم أسأل حالي هدول بياكلوا لحم بشر ولا شو بياكلوا، من كثر ما كانوا بيخوفوا. كنت بخاف منهم كتير. لا جيب السكنة أبريد جيب السكنة مرحبا. اسكت ماما ويما الحمد لله شخودي إيروهات مقلقت كيف خوشن ومقلقت ممنونة هاتي مساعدة ويكري مال خودي هزار جاري آبا بحف سالة ما نديوم ديسا قهشناك وكبري الحمد لله شخودي مقلقت كيف خوشن ممنونة چند هموانة إزدي بي سلمان دي مساعدة ويكري الحمد لله شخودي قلقت ممنونة شاموا تايبا مالا إزدياجي الحمد لله أسبوعك خودان كرين الباقوة مالا خودي آبا قهشنا يك ديزا وكبري ممنونين وجني جبوجنا دني إخسون شد بيجن يكو نهاتنا خلاص كندا سبعتان تا خوازي ماش همو إزديايا حتى مساعدة وان بكا ما بياش مارا آني بانو قلقين ممنونش همواجي الحمد لله شخوادي ميرو قلقين كيف باشن جهات كل الناس ممنون اللي يشوفون. أنا الحمد لله هذا بنت يزيدية، بناتنا خواتنا راسي أما هرجان وقت أمنيزيكي بما هيك بندرينا ما نودن بس مقابلي ويك يجي وقت كاتش ما إزديك كليل كاش إزد خانك كليل كاش جندي فوجو خلاص ويا رياء قصده وشدواني إيه هفك يفك عصايشة روجافا أم يسترنا رابطة دعم مرأة إزديا أم قالك إسباسيا وانتكن أشبه حتى نهاجي بهزارة اختير ما خلاص بنا أم تسلمي عائلة وانتكنا لا إيش قالك آليافا نها أم وقع رابطة أم قالك زحمة بينن أم ديم أم نابيجي هناك جي أبدرابجي معانين أم وين نابيجن بس بهزارة ما بكوينا شهيدة آنينا اختيرا خم كوينا شهيداتين المقابلي هيك يجي أو مكتبك أو باشورة كردستانية هجان أم أوت روجا دي نشرت بيجن ما هجان دفتر آنيا دي آلدة لازم ملته ما يشيار به بلا بهور يوان ما هبه أم نبدي رابطين أم تجارية سر اختيرا قناكن بشتي فرمانية هفت هزار كتوجن ازدي كتيرا نف درس داعش دا مقابلي وكتشي لما تجارية سر اختيرا خبكن بس أو خيانة مكرين أو تيرا خو نديتن مقابلي وكتشي ادبت ازدياج آليك الديبا
سياسة سر ما بماشين تجارة سر ملته ما إزدي بكن تجارة سكتشو جنة إزدي بكن أم وقع رابطة جي أم مقابلي بي تشتي بسكنن أجبا أف سالة أف شغل مايا وقع مجلسة جنة إزدي جي وقع بيجن مالا إزدي جي أف كم سالة بي تشتي با مشغول به أم سرنا في رابطة مسباسية هم قاتن لا أم وقع واجب كيسا ملا خود بيني أم بلا ملته ما يرادي به بلا ملته ما يبشتي راس به هناك انسان قارب تجارة سيغسير ما بكن اما رابطه دعم المرأة يزيدية اما سلفي تشتي بسكنن وامناها لين يك تجارية سيغسير ما بكن نو افكاجك ابرياء اسايش هاتيا فقهاتيا مالا يزيديا بتنسيقا همو جهاتي ما ابيجن اقرده رقصني ام سباسيا وانتكن ليه هناك جهادا بلا نبيج افكاجك بدرات هاتيا افكاجك بزحمتك هاتيا خلاص كريم نهاجش عليك دي بحكومة العراق بس بيدا أبقى جد رجاء أم أوقع أمتينا أسا حدود حكومة العراق ناهلم دات باسكن شو هذا إج مقابلي وقت شو مساعدة مرة بكن زحمة مرة تشيت كناهل رحتي أب إخسيرة ما دات باسي إيشن قالت بن أم وقع رابطة أب كم سالة أم في زحمة يد بينن حتى نهوا نقولنا أم كا رحت أم وان إخسيرة دات باسي سأخذ يروز بكن أم وان إخسيرة رحت أو كن هر وان دهي مها 6000 شاطئ حكومة العراقي ايش بش ما باز ده سحبين بشتي هنجا سي 13000 بيش مرقا سي هشت ايش بش ما باز دان مقابلي ويكجي حتى هو اخسير ما ايش دولتا سوري ايش رجعي كردستاني خلاص به لازم وان حيبين ديد بابا خو لازم وان رحنا داين خو ديد كربا قد كا امان اخسير خلاص بكن بس مقابلي وكجي ناهلي ام اخسيره خود حد درباسي اخا فيروز بكن اسفاسيا اقصدكن اسايشا روجاوكن وقت اخسيره ما حتى في روجا اطلعوا زحمه خلاص كن اسفاسيا عبارة عيدة بلا وزان ما يزيارة ومتى شنقال ربنا تعيدها